عزيزتي الحامل، سألتك من فترة إذا كنت لقيتي الطبطبة من اللي حواليكي ولا لأ. سواء لقيتيها أو ما لقيتيهاش، تعالي احنا نطبطب على نفسنا. استني، انت هتسمعيني وانت مكشرة كده ولا ايه؟ لا، اضحكي وفرفشي كده، واوعي تسيبي نفسك فريسة سهلة للاكتئاب والهرمونات. وزي ما قلتلك دايما، خليكي عارفة من جواكي إنها فترة وهتعدي إن شاء الله، وإن ده مش انتي. كل مرحلة في الحياة ليها حلوها وليها متاعبها، وطول الوقت احنا بنفتكر الحلو ونعيش بيه علشان يصبرنا على التعب. بصي يا ستي، في الفيديو ده انا هقولك على شوية حاجات ايجابية تعمليها وتفكري فيها وانتي حامل، وهتبقى مفيدة جدا وهتريحك قدام كتير باذن الله. اول حاجة، ممكن تفكري انهي اوضة في الشقة ينفع ان انتي تقعدي فيها في اول كام شهر لما بيكون البيبي نظامه مقلوب، يعني لما بيكون بيصحى بالليل وبينام الصبح، وده طبعا وفقا لظروف البيت كله، وفقا لظروف جوزك، وفقا لظروف الاطفال لو في اطفال تانيين وده مش اول بيبي. وابداي جهزي الاوضه دي، قربي منك هدوم البيبي والحفاضات، واعملي ترابيزه كده صغيره حطي عليها الادويه والكريمات والفيتامينات والادويه بتاعتك انت كمان. تاني حاجه، هتجهزي شويه مشروبات حلوه كده، يعني اعشاب او عصاير فريش عشان تساعدك في الرضاعه. تالت حاجه، خصصي لنفسك ازازه ميه تكوني انت بتحبيها، علشان خاطر شرب الميه مهم في المطلق ومهم ليكي جدا في الفتره دي بالذات، واعملي في حسابك ان الازازه دي هتبقى صديقتك الجديده. رابع حاجه، لو عندك اوضه اطفال يبقى تمام، لو ما عندكيش وحسب، يعني لو اول بيبي او لو في اطفال تانيين، لازم تفكري ان يكون في مساحه في البيت ينفع تفضيها شويه علشان البيبي يلعب فيه وعلشان يحبي. وممكن كمان لما سنه يبقى 4 شهور ينفع ان انت تسندي ظهره بمخدات وتقعدي في المساحه الفاضيه دي علشان يلعب بلعب، أو ممكن تفردي فيها سجادة أو مرتبة صغيرة ينام فيها على ظهره أو على بطنه وتحطي له اللعب ويلعب ويقعد قدامك. ومن ناحية تانية، المساحة اللي انت مخصصاها للعب دي هتفيدك في حاجة، ان الكركبة واللعب كله هيبقى في مساحة واحدة بس، ما يبقاش البيت كله يضرب يقلب. خامس حاجة، بعد ما بتولدي بيبقى في فترة عندك كده ينفع ان انت تدلعي فيها نفسك وتحطي فيها ألوان مانيكير كتير ونيل بولش، دلعي نفسك كده. سادس حاجة، لو اللي حواليكي دلعوكي وعملوا لك أكل يكفيكي أسبوع ولا حتى أسبوعين، لازم هنوصل لمرحلة المواجهة الثلاثية، البيبي والمطبخ والنوم. كلنا بنتحط في الاختبار الصعب ده. يا ترى لما البيبي ينام انام انا كمان ولا اطبخ، ولا هلحق انام واطبخ، ولا مش هعرف اعمل الاتنين اصلا؟ وكده كده عادي، البيبي هينام ربع ساعه وهيقوم. بصي، هو مفيش اجابه نموذجيه، واحنا بنمشي وراء اهواء ورغبات الكائن الصغنن ده، لكن هنستعد بمجموعه من الوصفات الجميله المنجزه واللي ما تاخدش مجموع وقت في التحضير وفي الطبخ اكتر من نص ساعه او 45 دقيقه بالكتير. تعالي بقى اما نقول شويه افكار. خدي عندك يا ستي مكرونه باللحمه المفرومه، رز بالخضار واللحمه المفرومه برده، مكرونه بالصوص الاحمر وبيض مسلوق ومدحرج، فراخ فيليه قطعيها شاورما وممكن تاكليها ساندوتشات او مع رز بسمتي. ممكن نجيب سمك مشوي من عند الراجل بتاع السمك ويكون جاهز، وانتي بس تعملي الرز والطحينه. جمبري صغير بصوص الليمون مع رز بسمتي. الافكار كتير وان شاء الله هتلاقي حاجات كتيره تنجزك، لكن اهم حاجه البروتين والخضار علشان اللبن. سابع حاجه، لو جوزك متاح ووقته يسمح ممكن يعيد معاكي ترتيب بعض الحاجات في البيت علشان تخلقوا مساحات جديدة للبيبي ان هو يتحرك، وكمان علشان الاحساس بالتجديد. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس عن افكار ايجابية ممكن تعمليها وانتي حامل، وانا عارفة انكم ما تتوصوش، بس ما تنسوش الفولو واللايك والشير والاجواء اللي انتوا عارفينها دي.